خروجة روعة وببلاش. هنشوف فيها الأديان السماوية التلاتة في مكان واحد، هو شارع هناخده من أوله لغاية آخره. هنشوف فيه الكنيسة والمعبد اليهودي والمسجد، وهنعيش مغامرة ولا في الأحلام. هندخل مغارة وهننزل تحت الأرض نشوف العجب، والمفاجأة الكبيرة هنشوف شبيهة نادية الجندي وهنقول لها خالتي بتسلم عليكي. يلا بينا نبدأ جولتنا. احنا كده وصلنا الكنيسة المعلقة. الكنيسة المعلقة من أقدم الكنائس اللي اتبنت بداية من العصر الإسلامي. بصوا حتى على واجهة العمارة عاملة زي ما تحسش إنها كنيسة، تحس إنها زخرفة في جامع، زخرفة مملوكي فاطمي، لا حاجة كده خيال، مقرنصات وشرفات وبيعلوها الصليب، حاجات رائعة. حتى لو بصيتوا الكتابة مكتوبة بالعربي: سلوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا نفتح لكم. هي ليه اتسمت بالكنيسة المعلقة؟ عشان هي اتبنت على برجين من أبراج حصن بابليون، ويقال إنها اتبنت عشان كان المكان ده كان بيختبئ فيه العائلة المقدسة. أهو احنا كده دخلنا الكنيسة، بنلاقي سلالم عشان نطلع لها، فمعنى كده إنها معلقة ومبنية على برج عالي، فهي أعلى من مستوى الأرض. هنبتدي هنا هنلاقي لوحات كسيفساء للسيد المسيح والملائكة حواليه والألوان الرهيبة، وهنا السيدة مريم العذراء وقديسات كلها حواليها، وكلهم هنا القديسين. انه رحلة العائلة المقدسة إلى مصر هنلاقي السيدة مريم شايلة السيد المسيح وحوالين راسها هالة. الخط الأصفر اللي حوالين راسهم ده ما بيتعملش غير للشخصيات المقدسة، دي اسمها هالة. وهنلاقي هنا القديس يوسف النجار ماسك وشايل وماشي على أرض مصر. هنبتدي بقى دلوقتي نطلع ندخل نشوف الكنيسة عاملة ازاي والتخطيط المعماري ليها. اوكي يلا بينا. طلعنا السلالم احنا كده بالظبط وهندخل. يلا بينا. حاجه بجد تحس انك داخل جامع مملوك. واو، شايفين الزخارف عامله ازاي؟ اهو دلوقتي دخلنا الكنيسة. تخطيطها تحس زي تخطيط السفينة، جزء متقسمة أجزاء بأروقة وأعمدة. وهنا قدامنا دلوقتي الهيكل دوت بيبقى مكان مقدس ما بيدخلوش غير الشمامسة والرهبان. والأعمدة هنا كلها كل عمود عليها صور للملائكة وعليها الصليب. ودلوقتي هنروح نولع شمع. طب يلا بينا. هنا حصن بابليون، ما هو مبني على الابراج بتاعته. شايفين المسافه اللي منه عامله ازاي؟ هنا قدامنا دلوقتي الانبل ده زي المنبر عندنا في المسجد. ده انبل من الرخام. الرخام ده بيرمز للسيد المسيح وللتلاميذ بتوعه. هو كم واحد؟ 13. هنا مكان الايه؟ الهيكل. هنا مكان الهيكل. ده المكان المقدس، بيقال ان هو بيتنزل في الرب والبركات. الحجاب بتاعه كلها زخارف، ده اسمه زخرفة الطبق النجمي. هنقرب نبص الزخرفة عاملة ازاي، مطعم بالعاج والصدف. اهو الباب، شوف بقى الباقي. هنا ده كده حصن بابليون. اهي الكنيسة فوقيه على احد الابراج. شايفين العمق بيتدخل الحصن ده؟ بيتدخل بس هو دلوقتي مغلق للترميم. اوكي نشوف الحصن كده. محدش بيدخل. اوكي نشوف اللي بعده. وهنا برضو الهيكل بتاع الكنيسة عبارة عن 3 غرف، في منهم 2 مغطيان بقبة بس هي مش باينة هنا، قبة صغيرة. ولو حد بص على الزجاج عامل ازاي الزخرفة بتاعته والازاز بيدي من جوه اضواء رهيبة جدا. والحجاب دايما بيبقى عليه صور مقدسة للقديسين وللرهبان.
دلوقتي النص التاني من الكنيسة بنشوف صور قديسين ورهبان، وكمان هنشوف الرفات العظم بتاعهم بتاع القديسين محطوطين هنا في ألواح. كل ده عظم قديسين. كل ده كده عظم صح؟ قديس أبو سفين، وليه برضو كنيسة هنا قريبة. الأسامي كلها موجودة. كلهم استشهدوا لما كان الرومان بيقتلوا في المسيحيين. كده خلصنا الكنيسة كاملة صح؟ بالظبط. لا دي لازم أصورها. نادية الجندي في الفيلم لما دخلت الكنيسة هي بالظبط نفس اللبس، كانت واقفة كده جنب الشمع. يلا بينا. نادية الجندي قصادنا. الله يا نادية. هي فعلا شبهها جدا. لو نفس اللبس في الفيلم. كان اسم الفيلم ايه؟ لا انا عايزه افتكر اسم الفيلم، اللي فاكر اسم الفيلم يقول لي. نادية الجندي في الفيلم ده كان اسمها ايه؟ انا عايزه اقول ان الجو حر جدا النهارده، ومع ذلك الجو هنا استحاله حد يتوقعه. الجو هنا جميل جدا. الهوا جاي منين ما حدش يعرف. هوا جميل. واحنا متوجهين هنا لكنيسه ماري جرجس في المتحف القبطي. دلوقتي احنا قدامنا المتحف القبطي مباشرة قدام المترو، هتلاقيه جنب حصن بابليون. اهو المتحف القبطي بنلاقي فيها آثار مسيحية من بداية العصر زي خزف وفخار والإنبل. وهنا حصن باب الدخول هنا. نكمل بقى على كنيسة ماري جرجس. هي كنيسة باينة أصلا من هنا. كده وصلنا كنيسة ماري جرجس قدام محطة ماري جرجس اهو. ادي الشارع وادي دير ماري جرجس لروم الأرزاق. هي دي من بره اللي هندخلها صح؟ اهي ندخل بقى طب ونشوف. يلا داخلين. دخلنا اهو الدخلة على اليمين كنيسة ماري جرجس، وعلى الشمال على طول هنلاقي مقابر الروم. وهنا مقابر الروم. دخلت. ودي ايه؟ متحف؟ بازار اللي عايز يشتري. بازار اللي عايز يشتري. بازار للأكل. اوكي يلا بينا بقى الجولة. احنا دلوقتي داخلين على كنيسة ماري جرجس، من اجمل الكنائس اللي ممكن فعلا تشوفها بعينك، مبنية على ابراج حصن بابليون. الكنيسة زي ما احنا شايفين مرتفعة جدا، شوف كام درجة سلم بنطلعها. ده لسه دي السلالم الاولانية، لسه في سلالم تانية. ماشي يلا نكمل فيها طيب ونشوف بقيتها بإذن الله، وكمان نعرف قصتها. ودلوقتي احنا قدامنا المتحف بتاع الكنيسة، وفوق لما نطلع بالسلالم هنوصل على الكنيسة. ماشي اوكي يلا ندخل بينا المتحف الاول. ماشي يلا سلام. قبل ما ندخل تفتكروا هنشوف ايه؟ يعني معظم إيه؟ الحاجة هنشوف ادوات تعذيب. يا ساتر لا بجد. طب ندخل كده ونشوف ادوات تعذيب. اتعذب بيها ماري جرجس القديس. اوكي فين؟ اول حاجة العجلة اللي هي بتلف على الجسم، بتكسر كل العظام بتاعته. شايفين العذاب والحاجة؟ شايفين ده شبشب بيبقى فيه مسامير مضطر ان يلبسه. كلها حاجات بجد، حاجات صعبة جدا يعني عذاب. يعني هو كان بيلبس الشبشب ده اللي كان بيتعذب بجد، كانوا بيعملوا فيه حاجات بشعة قوي رومانية. دي زي الصلب كده، حط المسامير والحاجة ادوات. وهنا جايبين لك الصور. بص العجلة هنا بتشتغل ازاي. بيجيبوا كده ويبتدوا يلفوا كاملة. بص الصورة يلف على كده. يعني عذاب كده تشريح يعني. الكنيسة هنا بيجي لها كل اللي عايز ربنا يشفيه ويحقق له أمنية ويعمل أي حاجة، بيجيب لوحة وبيوزعها في الكنيسة. هنشوف دلوقتي اللوح. نشوف كده بتاعت الناس اللي كانت بتتمنى هدايا من ربنا. أسامي كتير جدا. تعالوا هنشوف المغارة. بس دخولها صعب شوية. هنوطي اهو. وطوا وانتوا داخلين. دي المغارة اللي كان محبوس فيها ماري جرجس بالظبط. اهي بقيتها اهي. كلها صور مقدسين.
داخلين مغارة، هي زي 3 حجرات كده صح؟ حجرة بتودي الحجرة بتودي الحجرة صغيرة. وهنا الصورة دي ماري جرجس بيهزم التنين، يعني بيهزم الشر، هو كده قضى على الشر. طبعا كل الصور دي الناس اللي شكرت ماري جرجس ان هو حقق لها امنيتها، مبعوثة هدايا. يلا نخرج من المغارة. احنا دلوقتي طالعين كنيسة ماري جرجس. اول ما نبص قدامنا هنلاقي ماري جرجس ماسك حربة وبيحارب بيها التنين. التنين دوت اللي هو يعني كأنه هزم الشر. ويقال برضو ان الكنيسة دي اتبنت ان واحد اسمه مرقس حلم الشهيد ماري جرجس بيقول له ودي جثتي للمكان دوت وابني لي فيه كنيسة، واتبنت الكنيسة على هذا الاساس. ماشي نكمل بقى. وبرضه هنا اللي عايز اي امنية بيحط فلوس. هي الفلوس هنا في كل مكان بصراحة. كل حاجة. نطلع بقى. هنلاقي هنا برج الجرس، برج كبير قوي. المعمار بتاعه بجد حاجة كده خيال، وجواه أجراس اللي هي بتضرب بيها في الكنيسة ساعة الصلاة. ادي الأبراج اهي. داخلين كنيسة ماري جرجس. واو. أولها بقى رسمة بالفسيفساء زي قطع السيراميك الصغيرة، بيتجمع وبيعمل أشكال غاية في الروعة. وهنلاقي الأهرامات ومصر أي أهرامات اهي كده إبداع. دي الصور هنا كده. ادخل بقى. شايفين بقى الكنيسة والسقف. طب نقرب كده نشوفه. الهيكل دوت بيبقى فيه حاجة اسمها مسبح، زي ما احنا بنقدم قرابين وحاجات، هما بيبقى أكل وحاجات مقدس وبيتوزع في الأعياد. الكنيسة الهيكل ده الهيكل ما بيدخلش هنا غير الباباوات والبنات الصغيرة لسن معين، غير كده ما بينفعش محدش يدخل تاني. والأطفال بقى الصغيرين بس، البنات لغاية سن معين، لغاية سن البلوغ ما ينفعش يدخل. شايفين السقف عامل ازاي؟ الزخرفة جامدة بصراحة. بالظبط، وألوان وعمارة، يعني هو نظام قبة مبني على قبة، يعني أعمدة وشايلة قبة من فوق، غير الكنائس اللي هنشوفها التانية. قربنا كده. يلا نشوف اللي بعده. على ايه دلوقتي؟ احنا دلوقتي داخلين على مقابر الروم الكاثوليك. هنشوف جوه قطعة فنية رهيبة غاية في الجمال. اللي أنشأ المكان الرائع ده السكاكيني باشا، ما كان من الأثرياء. الشخص دوت كان موجود أيام الخديوي سعيد. كان عندنا مشكلة في قناة السويس، وكان في فئران كانت بتهاجم دايما الجنود. فالخديوي سعيد اقترح على السكاكيني حل، عايز حل ان هو يقضي على الفئران دي. فراح السكاكيني عمل ايه؟ لم كل القطط من القاهرة وجوعهم الله، وراح واخدهم هناك كلهم ومسيبهم هناك في القناة، وفعلا قضى على الفئران دي كلها. فالخديوي كرمه واداله منطقة بنى فيها قصر. القصر دوت موجود في غمر. بس هنا طراز فرنسي وتاج وزخارف وعقود. المناظر هنا مختلفة طبعا. شايفين هنا التمثال عامل ازاي وماسك ورد وصورة المرحوم. المرحوم اسكندر. الصورة لازم تتحط صح؟ اهي. يعني شوفوا الجمال، وان كان فيه ازاي الابداع ده من سنين السنين يعني. نكمل بقى ونشوف بقية المقابر. من هنا خالص. هنا اهو احنا برضو مكملين ماشيين. كل واحد مصمم المقبرة بتاعته على حسب الستايل اللي هو عايز يعمله. في اللي عامل على شكل كنيسة، وفي اللي حاطط تمثال، في اللي المقبرة بتاعته بسيطة. بس انا ملاحظة حكاية الصور دي على كل المقابر اهي. يعني بصوا كده. وزمان قوي اللي ما كانش بيحط صورته بيعمل تمثال. كل المقابر اكتريتها عليها صور، واحنا بنصور عشان الناس تحس اكنها موجودة بالظبط، تعرف المكان وتعرف شكله ايه بالظبط. احنا مشينا كده ومكملين اهو، بوريكم المكان كله.
بصوا تصميم المقبرة دي اهي، ملاك من 1937. نجيبها كده ملاك. نشوف برضو المقبرة التانية دي، نقرب منها. برضو ده ملاك صح؟ ملاك حزين. ملاك حزين. مالك؟ ما هو اموات بقى، فما لازم الملاك يبقى حزين. أوه. يلا لسه مكملين. يعني ده تابوت؟ ده تحت الارض يعني؟ انا افتكرت التابوت فوق. اهو اهو نكمل. دي مقابر البشوات كده صح؟ دول بشوات. لازم الصور اهي. ودي برضو ملاك حزين. احنا دلوقتي هندخل نبص على كنيسة العذراء ونشوف معمارها الفريد عامل ازاي. دي في وسط مقابر الروم الكاثوليك. صورة السيدة العذراء وهم جايين مصر، الرحلة المقدسة بتاعتهم. دي يعني كده رحلة مقدسة صح؟ نخرج بقى كده من الكنيسة ونشوف اللي بعده. دلوقتي احنا هندخل على كنيسة أبي سرجة والمعبد اليهودي. هننزل لها نزلة كبيرة لتحت بالظبط. يعني احنا كنا الأول رحنا المعلقة وماري جرجس، كنا بنطلع لهم بسلالم. المرة دي هننزل. يلا بينا. انا وانا جايه كنت فاكراها محطه مترو، ما كنتش اعرف. لو اي معلومه اي حاجه بقى برضه ما بقولوش معلومات كتير. ماشيين في النفق دلوقتي ورايحين للكنيسه. بس النفق ده شكله يعني كتب جميل جدا. كل حاجه انا مستمتعه وانا ماشيه. حاجات خيال. انا وانا ماشيه كده مش عارفه يعني الواحد احساس. دي حاره اهي اسمها حاره القديس جرجس. اول واحده كده دير الشهيد العظيم ماري جرجس للراهبات. احنا فايتين اهو عليها من بره. يعني هي عاديه، فاحنا هنروح برضو الاهم. الصور هنا عامله ازاي؟ اللي بيحب الصور محب الصور بقى كله هنا كتب. احنا طول ما احنا ماشيين في الممر ده في كنايس كتير صح؟ محلات. لا هم مش كتير، هم 3 كنايس. ده هنا كده المعبد اليهودي بعد ما نخلص الكنيسة. هم الراهبات بيعيشوا هنا وحاجاتهم وحياتهم بيتعبدوا. دي كده دلوقتي احنا اهو داخلين كنيسة المغارة. سيرفيوس هو الاثنين دول استشهدوا. دي كده مجموعة بازارات صح؟ وهنا مسار العائلة المقدسة. نشوف المسار الأول. هنشوف الأول صورة العائلة المقدسة لما جوا مصر وحوالين راسهم الهالة اهي. وهنا الخريطة بالظبط. دي خريطة العائلة المقدسة لما دخلوا من سينا وطريقتهم. كل النقاط دي مشيوا عليها وجم من تل بسطة والمطرية. كل ده كان مصر. ندخل بقى على الكنيسة. يلا. وهنا بازارات للي عايز يشتري أي أنتيكة أو أي حاجة. كل الشارع ده بازارات. هنا برضو بازار. كل ده بازارات.
دي كنيسة كده صح؟ دلوقتي احنا قدامنا كنيسة المغارة، هنلاقي فيها المغارة اللي عاشت فيها السيدة العذراء مع السيد المسيح لمدة زمنية، يعني أكتر من شهر قعدت فيها. وهندخل دلوقتي نشوف المغارة ونشوف البير المقدس اللي كانوا بيشربوا منه. يلا بينا. اوه ايه ده؟ اول ما دخلت ايه ده؟ وبرضه النظام زي اي كنيسة بيبقى اخرها هيكل مقدس ما بيدخلوش اي حاجة، ونظام اروقة وأعمدة. وهنا هنلاقي العمودية اللي بيتعمد فيها الطفل اول ما بيدخل هنا. نقرب ونشوف. ايه الرملة دي؟ ما عايزة اعرف. اللي بيتولع فيها الشمس دي اللي بيتولع فيها الشمس. وهنا رفات القديسين سرجيوس ووخيص اللي الكنيسة اتسمت عليهم. هنا بقى ده القرن الرابع الهجري. ده ايه؟ عبارة عن ايه؟ جرن بيتحط فيه الطفل وبيعمدوه زي الكنايس دلوقتي اللي بتحط فيها الاطفال. بتتعمد. وهنلاقي بقى كل كنيسة ايقونات. وادي هنا على جنبنا الايقونات المقدسة. شايفين الزخارف على الخشب، يعني ركزوا كده في الخشب وعقود العنب والعصافير بجد، يعني تحس ان لوحة مرسومة. Hasta el 642, cuando vino el famoso hambre, un líder árabe musulmán, hizo la conquista árabe musulmana del país. Y a partir de esta fecha, Egipto es un país árabe musulmán, y un porcentaje de cristianos son cristianos. وهنا الأنبت والأعمدة. El lugar donde estamos servía como un refugio de la Sagrada Familia. انا ملاحظة ان العواميد كلها مختلفة. Salió de tradición, tenía mucho miedo. ندخل بقى هنا ايه؟ هندخل بقى نشوف المغارة اللي قعدت فيها السيدة. وهنا البير المقدس هنشوف اللي بيشربوا منه. هنا دي مكتبة؟ فيها كل الكتب المقدسة. واو ده البير؟ خط الربيع. الناس لما تخشيها ده البير المقدس اللي شربت منه العائلة. شايفين المية لغاية دلوقتي؟ اهو مية باينة جدا. الهيكل اللي هي الهيكل اللي احنا كنا بنقول ده الهيكل. ده الهيكل كده؟ ده جوه الهيكل. حاجات بقى اللي بتستخدم في القداس. ماشي. وبعد كده ده دلوقتي بقى هننزل نشوف المغارة بس لما العدد يخف شوية. نادية الجندي قاعدة في نفس المكان اللي كانت قاعدة فيه. لبس نادية الجندي نفس الشكل ده. نادية الجندي لما تشوفك يعني شبيهة نادية الجندي. لين كده المغارة. دي المغارة كده؟ المغارة اهي. ودي الأرضية هي اللي كانوا قاعدين عليها، بس دي الأرضية الحديثة. سايب لك جزء من الأرضية بيوريك إن كانت دي الأرضية الأصلية. كانت عاملة كده. كانوا مختبئين هنا فترة طويلة قوي من البطش الروماني. بعد كده نبتدي بقى نطلع جزء. نطلع. لا منخفضة قوي. ده ايه هنا؟ الجزء التالي من الكنيسة والهيكل اهو، يعني بيبقى في كل كنيسة. هنا بس حاجات جوه الكنيسة. هنا المكان اللي احنا كنا فيه في الأول. يعني احنا دخلنا من الناحية التانية كده، من الباب التاني، وخرجنا من هنا. ماشي. برضه صور القديسين مالية المكان على اليمين وعلى اليسار. ده هنا آثار الدم اللي نزلت وموجودة لغاية دلوقتي. ايه
والدم ده ما وقفش غير لما البابا كرولوس حط ايده ووقف الدم. اهو ده اثار الدم كده على العمود ده. هو ده العمود اهو. اوكي كده خلصنا بقى، دي كنيسة المغارة. نطلع على المعبد اليهودي. المعبد اليهودي، يلا بينا. رايحين على المعبد اليهودي. Then we went farther south in a zigzag route, as we can see, because we were escaping from the Romans. هنا بازارات. داخلين كده المعبد. خلاص وصلنا لنهاية الجولة في جامع عمرو بن العاص، الجامع العتيق، حاجة كده خيال. اللي أنشأه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. من أقدم الجوامع، أول جامع اتبنى في مصر وفي أفريقيا، ورابع جامع اتبنى بعد جامع المدينة المنورة. دخلنا كده المسجد. دي الساحة كده. دي ايه كده؟ كده دي الفوارة بيتوضوا فيها المسلمين. بتبقى موجودة في الصحن. الصحن بيبقى مكان مفتوح كده زي ما انتم شايفين، بس الخاصية بس اللي هي الفوارة دي هي المتغطية. وهنلاقي 4 أروقة، 1 2 3 4. ايوه. هو ايه ازاي بقى ده؟ انا عايزه اعرف. ده زي الأجانب بيصلوا بيه. وممكن يدخلوا بيه عشان ما ينفعش حد يدخل المكان عريان. يبقى صح. اصل هي ناس كتير قوي لابساه هنا ومش عارفه هم لابسينه ليه. كده انا فهمت. نكمل. ده كده الجامع بالكامل. دي كده انت قلتي لي دكه ايه؟ دكة المبلغ. المؤذن بيأذن وحد بيطلع وراه بيبتدي يردد الأذان وكده. وكده يبقى خلصنا جولتنا ايه كلها. نشوفكم بقى في جولات جديدة. سلام.